وربي مع كل غيرك، انا عاوزك تتاكد من حاجه زي كده، يا اعيش معاك يا مش هعيش مع حد تاني. و انت اول حب في حياتي واخر حب، فمستحيل الاقي حد زيك. انا فعلا عاوزاك، بس لو الدنيا كلها تقف ضدي وربي ما هيفرق، عشان انا مستحيل احب حد. مالكش دعوه ببنتي تاني. انا كل يوم قبل ما انام بدعي عليك. صدقني انت مش اي حد بالنسبه لي. انت بقيت بحبك لدرجه ان انا بقيت مجنونه بيك، وبدعي ان انتوا تبعدوا عن بعض. مش عارف فين الكلام ده دلوقتي. مش عاوزك تقلق خالص من حته ان احنا ممكن ولو بنسبه 1% ما نبقاش مع بعض. بعيد عن بنتي، انا بنتي متقدم لها دكاتره ومهندسين، انت في حاسبات ومعلومات، فمش هتناسب لينا. والله ما هقدر اعيش من غيرك، والله ما هقدر اعيش من غيرك. قعدنا برضو 10 ايام كمان، لقيتها بعتت مع صاحبتها بتقول لها قولي له بعيد عني، انا مش عايزاه. والدتها عرفت كل حاجة، بدأت إن هي تبعدني عنها، فأخدت منها الفون وقالت لها أنا مش هديك الفون ده تاني إلا ما تبعد عن البني آدم ده. هي والدتها أصلا ما تعرفنيش. قعدنا 10 أيام أنا مش عارف أكلمها ولا أعرف عنها أي حاجة خالص. رحت كلمت والدتها، كان معايا رقمها وكلمتها، السلام عليكم. وعليكم السلام. ردت أنت مين؟ قلت لها أنا فلان الفلاني. قالت لي طيب بص يا ابني، مالكش دعوه ببنتي تاني. انا كل يوم قبل ما انام بدعي عليك. ليه ده كله؟ مش عارف، هي ما تعرفنيش. بتقول لي من يوم ما انت عرفت بنتي وحالها متشقلب. مش عارف كنت بعمل ايه يعني، ما كانتش بتحصل مني حاجه. من يوم ما انت عرفتها وانا بدعي عليك، وبدعي ان انتوا تبعدوا عن بعض. قلت لها طيب انا طالب الحلال، يعني انا طالب انها تقدم لبنتك. وانا قعدت فتره كبيره جدا على ما انا اقنعت اصلا اسرتي في البيت. يعني كلمت والدي، ووالدي ما رفضش. والدي يعني قال لي ماشي، ووالدتي بس قالوا لي كلم حد في البيت عندهم يعني عشان لو كده نروح. والدتها قالت لي ابعد عن بنتي، انا بنتي متقدم لها دكاتره ومهندسين، انت في حاسبات ومعلومات، فمش هتناسب لينا. يعني فأنا بصراحة انصدمت من ردة فعلها. أنا قعدت بسبب والدتها دي يعني 4 أو 5 أيام مش عارف أنام بسبب الكلام ده وجعني جدا. أنا عملت كده ورميت لها الكرة في ملعبها. كنت مستني أشوف ردة فعلها تبقى إيه، يعني هل هي بقى هتبقى شرياني ولا مش شرياني. هي بدأت تتغير معايا، بدأ يحصل منها كذب وحاجات كتير بتعملها من ورايا أنا معرفهاش. أنا بدأت أكتشفها لوحدي من كلامها ومن تصرفاتها يعني من كل حاجة بتحصل منها. أنا فهمت ده. يعني هو كله دلوقتي بيجي يقول لك أنت شغال إيه ومعاك فلوس ولا معاكش، راكب عربية والكلام ده كله، عندك شقة فين. يعني بيسألك كل الأسئلة دي وما يسألكش أهم سؤال. يعني ما بيقولكش مثلا أنت هتصوم بنتي ولا لأ. وبرضه عايز اقول لها انا مش مسامحك. انا قعدت بتاع اسبوع مش عارف انام وتعبان وقلبي وجعني جدا. ربنا يسامحك، مش هقول اكتر من كده. هي ما غلطتش معاك في حاجة خالص غير ان هي بس استغنت عنك بسهولة. انا ما كنتش متوقع منها ده. اول ما عرفتها قلت لها بلاش، يعني لو هتقربي مني ونقرب من بعض يبقى في بينا علاقة حب، فبلاش تسيبيني، لان انا مش عايز انجرح او قلبي يوجعني تاني او كده. قالت لي لا انا مش هسيبك، انا مش هعمل زي الكلام ده كله بقى، مش هعمل زي اي حد كان معاك وانا معاك للنهايه وكده. قلت لها طيب هل لو مثلا جه في يوم واهلك قالوا لك يعني بلاش الشخص ده وكده، هتعملي ايه؟ قالت لي عادي، هقف قدام اهلي وعايزاك، لان انا ما حبيتش حد قدك، انت اول حب في حياتي والكلام ده كله بقى. فاللي يشوف الكلام ده في الاول وبعدين يسمع الكلام ده تاني، يعني يجي بقى يشوف ردة الفعل في النهايه، ما يستغرب. انا اتقدمت وكلمت مامتها يعني قالت لي انت مرفوض يا ابني، ما من قبل ما تيجي عندنا انت مرفوض، والموضوع ده بيبقى قبول ورفض واحنا رافضينك.
بجيب فلوس وبدات اشتغل في الدراسه، وكنت مضغوط جدا عشان خاطر ان انا احاول اعمل اي حاجه في شقتي. انا عندي شقه بجيب فلوس عشان خاطر اعمل فيها اي حاجه، علشان بقدر الامكان اللي هو يعني مثلا قبل ما اخلص دراستي بفتره او بعد ما اخلص الدراسه على طول اتقدم لها. وده كان اتفاقنا اللي هو هخلص دراسه واجي، وقالت لي انا معاك لحد كده. عملت كل حاجه، فلوس، وكنت بشتغل بجيب، كنت بستخسر في نفسي حاجات، اقسم بالله كنت بستخسر في نفسي حاجات علشان خاطر ان انا احط الفلوس دي في الشقه، هي اولى. كنت بقول كده ان احنا هنبقى مع بعض، هنعمل كل حاجه مع بعض، الشقه هنعمل فيها ايه ومش هنعمل فيها ايه. لما بدات اشتغل في الشقه كنا راسمين هنعمل ايه مع بعض بالظبط، اتفقتوا على كل حاجه؟ اتفقنا على كل حاجه، الشقه هيبقى فيها ايه مش هيبقى فيها ايه. حتى اما كانت الناس بتيجي تشتغل في الشقه كنت بشتغل بناء على طلباتها هي. وزي ما بقول لك ان انا باجي برضه في نص الليل بصحى بفتكر كل حاجه، وبنام قلبي وجعني وببقى خايف وانا نايم. الوقت اللي احنا فيه ده كل حاجه بقت سهله، احنا بقينا عايشين، بتحس وقت ان احنا مش بني ادمين اصلا، احنا بقينا نتعامل مع بعض مش زي يعني مش بني ادمين. تقريبا كل بقيه المخلوقات بتتعامل مع بعض بلطف الا احنا. هي مجرد ان هي بس يعني هي وعد، كلمة بحبك دي أو بحبك هي وعد، وعد الحاجات كتير، فمش سهلة يعني إنك تقول الكلمة دي لأي حد أو حد يقولها لك، هي مش